سيجنال دي يعني إشارة، يعني إشارة الحساس، إشارة البلف، إشارة الكنترول، كلمة إيه؟ سيجنال. تمام. دي كلمة إشارة، تحتها كلمة كامباس، أكيد سمعناها كتير وإحنا شغالين في الكهرباء. يقول لك خط الكامباس فيه مشكلة، الكانات فيها مشكلة. طب إيه الكانات دي؟ الكانات دي الشبكة اللي بتوصل بين الكنترولات. ببساطة كده يعني الشبكة اللي بتوصل بين الكنترولات اسمها الكامباس. كل كنترول ليه خطين من طالعين من عنده بيروحوا على كنترول تاني، بيعرفوا المعلومات بينهم وبين بعض. انت عندك معلومات اخدها منك، انا عندي معلومات تاخدها مني. دي شبكة الكامبس، شبكة الاتصال بين الكنترولات. تمام. عندنا حاجة اسمها هاي، الكلمة اللي فوق دي هاي واللي تحتها لو. هاي ولو دي دايما بنسمعها فين؟ يعني في الغيارات، ممكن تسمعها في الغيارات، ممكن تسمعها في الاسبليتر في الضافر، ممكن تسمعها فين؟ في الإرب. تمام. ممكن تسمعها هاي مثلا فولتج، برضه ممكن تلاقي مثلا جهد عالي وجهد منخفض. ممكن تسمعها في الضغط، في الضغوط، الضغط عالي وضغط منخفض. يعني انت عندك العربية في ضغوط، في حتة فيها ضغط منخفض اللي هي عند الفلتر دي، والضغط كام 5 بار 8 بار الكلام ده. الضغط العالي اللي هو عند الرشاشات. فانت دايما هاي ولود دايما تبقى مع العالي، او في الفتيس يبقى السريع. يعني لو حاجة خاصة بالضغوط والحاجات دي يبقى عالي، ولو داخل الفتيس يبقى سريع. مفيش حاجة في الفتيس اسمها عالي، مفيش حاجة اسمها غير عالي، في حاجة اسمها غير سريع. لكن لو في الضغوط يبقى عالي، ضغط عالي أو ضغط منخفض. ولو برضو ضغط اللو دي مثلا منخفض أو بطيء، يعني غير سريع أو غير بطيء. يبقى كلمة لو دايما بتيجي معاه البطيء. يعني الاسبليتر أو الضافر عندك أو نص غيار، بتلاقي يقول لك إيه الهاي واللو. هاي يعني نص غيار زيادة، ولو نص غيار أقل. تمام. طيب كلمة سنسور، سنسور دي كلمة مهمة جدا طبعا. سنسور دي يعني حساس. العربية كلها إيه قايمة على موضوع شغل الحساسات والبلوف. الكلمة اللي فوق سنسور يعني حساس، الكلمة اللي تحت يعني سولونويد، سولونويد فالف. يعني واحد يقول لك إيه السولونويد عايز يتغير، أو مجموعة البلوف بتاعة الفتيس عايزة تتغير. البلوف دي إحنا اللي بنقول عليها على الجهاز هتلاقي مكتوب عليها سولونويد فالف. أي بلف بيشتغل بإشارة كهرباء اسمه سولونويد. يعني بلف الفتيس، إذا كان بلف الغيارات، بلف السريع والبطيء، بلف الفرامل، أي بلف في العربية بيشتغل بيه، انا بشغله بايدي بفتحه واقفله؟ لا، بيجي له اشاره كهرباء يفتح ويقفل. طول ما هو بيشتغل بالكهرباء يبقى اسمه سولينويد فالف. تمام. والحساس ده الراجل كل وظيفته ان يبلغك قرايه ضغط، قرايه حراره، قرايه مستوى زيت، قرايه مستوى جاز، قرايه. لكن هو لا بيفتح ولا بيقفل. الحساس ما بيعملش حاجه، كل اخره بس يبعت الكنترول القرايه. ماشي. طيب في دوائر الكهرباء بتلاقي دايما يقول لك ايه؟ في شورت، في شورت في الضفيره. ايه يعني شورت؟ شورت يعني ماس، شورت سيركت يعني ماس. بس ساعات الماس ده يكون ماس كهربي، وساعات يكون ماس كهربي ارضي. يعني ماس كهربي، ماس كهربي ارضي. ماس كهربي يعني السلكه دي اللي انت بتتكلم عنها ملمسه في طرف ارضي، او ملمسه في جسم العربيه، او ملمسه في الشاسيه، او ملمسه في الصاج بتاع الكابينه، او ملمسه في جسم المكنه. ما اسمه ماس كهربي ارضي، ملمسه في الارضي. السلكه اللي انا تقصدني اقصدها في الاعطال. طب لو ماس كهربي، يبقى السلكة دي ملمسة في طرف كهرباء، في سلكة كهرباء جنبها، السلكتين لازقين في بعض، أو السلكة دي متعرية وملمسة في السلكة التانية اللي جنبها مثلا. فدي اسم اللي فوق اسمها شورت سيركت. الاتنين شورت سيركت، بس شورت سيركت تو بوزيتيف يعني إيه؟ ماس كهربي للكهرباء لخط الكهرباء. وشورت سيركت تو جراوند يعني ماس كهربي لخط الأرضي، أو لجسم المكنة أو جسم العربية. طيب اللي تحت دي إيه؟ اوبن سيركت. ايه الفرق بينهم؟ اوبن سيركت يعني الدايره مفتوحه، اللي فوق دول، اللي فوق دي يعني الدايره مقفوله، بس وهي مقفوله ملمسه في حاجه تانية، ملمسه في كهرباء او ملمسه في ارض. لكن تحت دي الدايره مفتوحه. يعني ايه مفتوحه؟ السلكه مش واصله، مقطوعه في النص، سواء القطع ده كان سبب فيوز، او السلكه نفسها مقطوعه. تمام. او الحساس نفسه بايظ، او اللمبه بايظه. يعني ممكن اقول لك اوبن سيركت مثلا في الفانوس الخلفي، ممكن يكون اللمبه اللي في الفانوس هي اللي محروقه فتعمل لك اوبن سيركت. ممكن يكون السلكه اللي رايحه الفانوس مقطوعه تعمل لك اوبن سيركت. ممكن الفيوز اللي بيغذي الكهرباء مثلا فوق بايظ فيعمل لك اوبن سيركت. اوبن سيركت يعني دايره مفتوحه. تمام. اول واحده اسمها ايه؟ سبيد. كلمه سبيد دي يعني سرعه، سرعه مكنه، سرعه عربيه، سرعه عجل، سرعه فتيس، سرعه. اي سرعه في الدنيا هتقابلني في العربيه هيلاقي جنبها كلمه ايه؟ سبيد.
لا، هتلاقي مثلا في حساس السرعه اللي على العجل يقول لك سبيد سنسور، حساس سرعه العجل، تمام، او سرعه المكنه. سرعه المكنه بس بيحسبها باللفات. تمام. آه... تمام، الصوت واصل كده يا رجاله؟ تمام وصل. تمام. طيب تاني واحده اسمها بريشر. بريشر يعني ايه؟ ضغط. ضغط زيت، ضغط جاز، ضغط ميه، ضغط هواء. كل اي كلمه ضغط، اي ضغط هيقابلني هلاقي كلمه ايه؟ بريشر. بس هلاقي كلمه بريشر جنبها الحاجه اللي ايه اللي انا عايز اقيس الضغط بتاعها. لو جاز هيكتب لك جنبها مثلا جاز، وهنشوف كلمه جاز دي معناها ايه، تظهر عندي في الجهاز والكلام ده. بس كلمه بريشر لوحدها يعني ضغط. طب تمبريتشر، يبقى هنا سبيد سرعه، بريشر ضغط، تمبريتشر اللي هي درجه حراره. درجه حراره بتيجي مع حاجات كتير: درجه حراره الجاز، درجه حراره الميه، درجه حراره الزيت، درجه حراره الجو. تمام، كل الحاجات دي بيجي معاها كلمة temperature. تمام. ليه؟ لأن لما ندخل على الحساسات بعدين هتلاقي الحساس ده يقول لك إيه؟ اويل بريشر سنسور، يعني حساس ضغط الزيت. بعد شوية مثلا يقول لك إيه؟ اويل تمبريتشر، يبقى حساس حرارة الزيت. أو يقول لك مثلا فيول تمبريتشر. الحاجات اللي إحنا هناخدها دي، الكلمة اللي إحنا ما قلناهاش هناخدها إن شاء الله. بس تبقى عارف إن هو بيتكلم عن حرارة، تمام، أو ضغط أو سرعة. طيب ليفل، الكلمة اللي فوق دي اللي هي ليفل. يعني إيه ليفل؟ يعني مستوى. ممكن يقول لك والله اويل ليفل يعني مستوى الزيت، فيول ليفل يعني مستوى الجاز في التانك. اللي ممكن يقول لك مثلا ايه تاني؟ كولنت، سائل التبريد. هناخد الحاجات دي برضه. يعني كلمة ليفل دي يعني مستوى الحاجة، فوق، زيادة أو مظبوط أو ناقص، الكلام ده كله مستوى. طيب كلمة ستيتس، دي كلمة ستيتس دي يعني بيقول لك ايه؟ الحالة بتاعت القصة دي، الحالة بتاعت الحساس، الحالة بتاعت البلف، الحالة بتاعت الكنترول، الحالة بتاعت العربية. الحالة دي كلمة ستيتس دي يجي بعدها اون او اوف. ثواني كده. الستيتس دي يجي بعدها اون او اوف. يعني الستيتس يعني الحاله بتاعت القطعه دي شغاله ولا واقفه. تمام. طيب ستارت انجن وستوب انجن. ستارت يعني لما يجي مثلا في وسط البرمجه يقول لي ايه؟ ستارت انجن يعني ايه؟ شغل المحرك او دور المكنه. تمام. تحتها ايه؟ ستوب، ستوب انجن، بطل المكنه او بطل المحرك. ايدل سبيد، يعني ايه ايدل سبيد؟ يعني سرعه الصلانسية. كل البرمجة اللي بتحصل عندي تخص مكنة أو تخص اختبارات مكنة أو تخص اختبارات ولا المكنة دايرة، بتبقى على حاجة اسمها، يقول لك إيه؟ أيدل سبيد. لازم تكون أيدل سبيد. يعني أيدل سبيد يعني سرعة الصلانسية. تمام. يعني أنت لما بتدور العربية ما بتدوس على كفة الإكسلاتير، يعني دور وسيبها على الصلانسية اللي هي اللفات كام؟ اللفات 6 أو 5.5، على حسب بقى إيه العداد بتاعك شكله إزاي. وساعات بيبقى سائق العداد اللي هي واقف على 5. بس معناها ان سرعه الصناعيه او كلمه ايدل سبيد يعني انت دلوقتي مش دايس على كافه الاكسلراتير ولا مزود العربيه. تمام. طيب ايديال بوزيشن، كلمه ايديال بوزيشن دي هتقابلنا في الحاجات اللي تخص الدواسه. دواسه فرامل، دواسه دبرياج. يقول لك ايه؟ لازم الدواسه تكون على وضع الايدل. يعني ايه الدواسه على وضع الايدل؟ يعني انا مش دايس عليه. الدواسه على وضع الايدل انا مش دايس عليه.